في مليونير اتحكم عليه بالإعدام، فالشرطة خدوه لجزيرة بعيدة عشان ينفذوا قرار الإعدام. الجزيرة دي ما بيروحهاش غير الناس التقيلة أوي، الناس اللي بتبقى عاملة بلاوي، واللي بيبقى رايح هناك عارف إنه بيتعدله أيام. ولأن الراجل ده كان غني جدا، بدأ يغري واحد من اللي كانوا واقفين حراس عليه في السجن، عرض عليه فلوس كتيرة جدا لحد ما الراجل ده اتجنن من سيرة الملايين. فقال له بص، الموضوع صعب إن أخرجك من هنا، في طريقة واحدة هي اللي تخرجك من هنا. قال له في سفينة توابيت بتيجي تاخد الناس اللي احنا عدمناهم وبتوديها لأقرب بلد، والبلد دي ما بيننا وما بينهم نص ساعة. فالحل الوحيد إن أول لما السفينة دي تيجي تشوف أي تابوت وتنط فيه، لو حظك حلو هتلاقي تابوت، وأول ما يشيلوك ويطلعوا من السفينة أنا هاخد أجازة طارئة وأجي أطلعك من الدفن. الراجل المليونير ما كانش قدامه غير إنه يوافق. ولما السفينة وصلت ولحسن حظه لقى تابوتين، نط في واحد فيهم وقفل على نفسه التابوت وبقى ميت من الرعب، وشه في وش واحد ميت، والدنيا كانت ضلمة كحل. بس معلش، كلها دقايق وابقى حر. وفعلا بدأ الحراس يشيلوا التوابيت ويطلعوها على السفينة، لحد ما سمع واحد منهم بيقول هو التابوت ده تقيل ليه كده؟ قلبه كان هيتقبض، لكن محدش كان مهتم وما فتحوش التابوت. ركب السفينة وخلاص بدأ يحس بالميل بتاع السفينة، حس خلاص ان الامل عمال يقرب، وزاد الامل لما الحراس خدوا التابوت ودفنوه، وبقى قدامه بالظبط نص ساعة وشه في وش الميت لحد ما الحارس يجي ويطلعه. هو مش واثق في الحارس، بس واثق في الطمع بتاعه في الملايين. فضل مستني والدنيا زي ما قلت لك كانت كحل، وعمال يحاول ان هو يظبط النفس بتاعه على قد ما يقدر. لكن مع مرور الوقت بدأ يحصل له تهيؤات، بيحصل له تهيؤات ان الميت اللي وشه في وشه ده باصص له وعمال يضحك، وحس ان الوقت طول قوي ونفسه ما بقاش قادر، والتهيؤات عماله تزيد اكتر واكتر. الميت باصص له في وشه وعمال يضحك لحد ما افتكر انه كان حاطط كبريت في جيبه، فطلع الكبريت يولع ويشوف التهيؤات اللي بتحصل له والساعه وصلت لكام. ولما بص في الوقت لقى ان عدى 40 دقيقه. الخنقه بتاعته زادت اكتر واكتر، ولما جه يبص في وش الميت لقاه الحارس اللي كان متفق معاه. عايزك بقى تقول لي فهمت ايه من الحكايه. فولو لو عايز تشوفني تاني.